ظهر فيها العقيد القذافي يلعب الشطرنج مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج الروسي كريسان إليوم-جينوف، الذي نقل عن القذافي قوله إنه لا يعتزم التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد. ميدانيا نفت السلطات الليبية أن تكون مدينة الزاوية وقعت في أيدي الثوار، بينما أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اعتراف بلاده بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي. Just outside الزاوية. مواجهات بين الثوار وقوات معمر في الزاوية. يقول النظام الليبي إنه تمكن خلالها من القضاء على جيوب المقاومة في المدينة. From جدابية to Tunisia. كتائب القذافي أعلنت سيطرتها التامة على المنطقة الممتدة من جدابية إلى حدود التراب التونسي، نافية أي تقدم ميداني للثوار، ومقرة في الوقت نفسه بأن مصراتة والزنتان في قبضة المعارضة. تم دحر العدو في أماكنه، تم أسر 10 أسرى، وتم تدمير لهم عربات، وواحدة منهم طبعا 14 ونص، وتم تمشيط المنطقة بالكامل، وغنايم وذخيرة ما لهاش حد، وكلها طبعا بفضل الثوار وفضل الله سبحانه وتعالى. سمح لكاميرا العربية بالتجوال في بعض مناطق الزاوية. الصور تظهر عناصر من الأمن والشرطة الليبية وهي تفرض سيطرتها على وسط المدينة وشوارعها الرئيسية والطريق السريع الرابط بين طرابلس وبن قردان. في الأثناء يعكف حلف الأطلسي الذي يتابع الوضع عن كثب على اتخاذ تدابير يراها ضرورية لحماية المدنيين على طول الساحل الشمالي الغربي لليبيا بين طرابلس والحدود التونسية. بعد قطر، ها هي الإمارات تعترف بشرعية المجلس الانتقالي في ليبيا وتقرر فتح مكتب في بنغازي. إعلان جاء أثناء زيارة رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل إلى هذا البلد. أما تركيا التي قدمت عرضا يضمن إمكانية نفي القذافي، فيبدو أنها أثارت حفيظة النظام الليبي الذي رفض أي تفاوض بشأن تنحي زعيمه. ليس من حق أي كان أن يطلب من مواطن ليبي خاصة من القائد مغادرة البلاد، فهذا شأن يهم الليبيين، وإنه تصرف غير أخلاقي وغير قانوني ونرفضه تماما. العقيد الليبي معمر القذافي قال إنه لا يعتزم ترك البلاد، موقف قديم جديد عبر عنه القذافي خلال لقائه رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، قائلا إنه لا يفهم أي منصب عليه أن يتخلى عنه، مشددا على أن ليبيا وطنه وأنها الأرض التي قتل فيها أبناؤه وأحفاده. رياض عاشور، العربية. ومعنا من بوابة الأربعين ما بين البريغا وأجدابيا الصحفي منصور